سنة 2005 في قرية شمس الدين التابعة لبني مزار، أبو بكر عبد المجيد نزل يصلي الفجر زي ما متعود كل يوم. كان دايما يستنى أخوه طه علشان يصلوا سوا، لأنهم عمرهم ما سابوا صلاة الفجر مع بعض. وبعد الصلاة يطلعوا على بيت أمهم يفطروا، وبعدها كل واحد يروح على شغله. بس اليوم ده كان غريب، طه ما ظهرش خالص. أبو بكر استغرب جدا، لأنه متعود يشوفه كل يوم في نفس الميعاد. خلص الصلاة وقرر يروح على بيت والدته وبعدها على بيت أخوه. وهناك كانت الصدمة، البيتين كانوا مقفولين والنور مطفي، وده معناه إن مفيش حد صاحي. أبو بكر فتح الباب بالمفتاح اللي معاه، وأول ما دخل اتفاجئ بمنظر مرعب. لقى والدته مقتولة وغرقانة بدمها، وبطنها مفتوحة وأحشائها بره. أبو بكر انهار جدا وفضل يصرخ ويستغيث بأعلى صوته، والناس والجيران بدأوا يتلموا. دخل يدور على أخوه طه علشان الصدمة تكمل. لقى طه مقتول بنفس الطريقة، راسه مهشمة وبطنه مفتوحة وغرقان في الدم، وجنب كل جثة حمامة ميتة. الصوت العالي خلى أهل القرية كلهم يتجمعوا، خصوصا إن أهل الريف بيصحوا بدري. عدد الناس كتر جدا، وأبو بكر من شدة الصدمة دخل في حالة غيبوبة. وفجأة الناس سمعت صوت تاني أشد طالع من البيت اللي جنبهم، بيت الحاج محمود محمد عبده اللي كان شغال مزارع. الصوت كان من بناته الاتنين اللي صحوا على دوشة الناس في الشارع، ودخلوا يكتشفوا كارثة جديدة. لو أبوهم الحاج محمود مقتول بنفس الشكل، راسه مهشمة وبطنه مفتوح وأحشائه بره، وجنبه حمامة. وبعدها لقوا أمهم الحاجة صباح عبد الوهاب مقتولة بنفس الطريقة، وجنبها برضه حمامة ميتة. المصيبة ما وقفتش هنا، الأطفال كمان، فاطمة 8 سنين وأحمد 10 سنين كانوا مقتولين بنفس الأسلوب، وجنب كل طفل حمامة ميتة. أهالي القرية اتجمعوا حوالين البيتين، وبدأ يتأكد للجميع إن كل اللي جوه البيوت دي ماتوا بنفس الطريقة وفي نفس الوقت. عدد الضحايا وصل ل6 أشخاص من بيتين مختلفين. وفي نفس الوقت ده كان في طالب اسمه محمد يحيى في المرحلة الإعدادية، وكان بالصدفة بايت الليلة دي عند جدته. الصبح وهو رايح المدرسة قرر يعدي على بيت والده علشان ياخد شوية كتب. وأول ما قرب من البيت لاحظ زحمة ناس غير طبيعية، وسمع كلام عن ناس ماتت وجريمة قتل. كان لسه مش فاهم حاجة لحد ما بدأ يشوف قوات الأمن وهي بتوصل للمكان. فقرر يطلع على بيت أبوه علشان يفهم منه إيه اللي بيحصل. وصل البيت وفضل يخبط على الباب، بس ما فيش أي رد. استغرب جدا، فطلع المفتاح اللي معاه وفتح الباب بنفسه. الصدمة هنا كانت قاتلة جدا. لقى كل أفراد أسرته مقتولين وغرقانين في دمهم. أبوه الأستاذ يحيى اللي كان شغال مدرس، وأمه نعمات، وكمان إخواته الصغيرين. محمد عنده 3 سنين، وأسماء لسه ما كملتش سنة. محمد يحيى انهار تماما وفضل يصرخ بصوت عالي، فبدأ أهل القرية يتجمعوا على صوته. الكل اتفاجئ إن اللي حصل مش في بيت واحد بس، لكن في أكتر من بيت، وكل الضحايا مقتولين بنفس الطريقة. كده عدد الضحايا وصل 10 أفراد، وكلهم مقتولين بنفس الأسلوب. والأغرب إن جنب كل جثة كانت في حمامة. أهالي القرية كلها جريت على بيوتها تطمن على أهلها وتتأكد إن مفيش حد تاني حصل له حاجة. وفي نفس الوقت ده قوات الأمن وصلت واكتشفت إنها قدام جريمة نادرة جدا، صعبة تتكرر بنفس الدقة والبشاعة دي. المعلومات الأولية قالت إن ال10 ضحايا اتقتلوا بنفس الطريقة، وكمان تم بتر الأعضاء التناسلية لكل الضحايا حتى الأطفال. الجزء الأغرب بقى إن جنب كل جثة كانت في حمامة. الرجالة جنبهم حمامة ذكر، والستات جنبهم حمامة أنثى. وده خلى بعض أهالي القرية يعتقدوا إن الجريمة دي ليها علاقة بالسحر. التقرير المبدئي أكد إن اللي نفذوا الجريمة عددهم ما يقلش عن 5 أشخاص، وإن عمليات القتل تمت في أوقات متقاربة جدا، وده كان واضح من حالة الجثث. رجال المعمل الجنائي والتحقيقات بدأوا يجمعوا الأدلة ويسمعوا الشهود، والطب الشرعي كان مستني وصول الجثث ال10 علشان يطلع التقرير النهائي. لكن المشكلة الكبيرة إن عدد الأهالي اللي دخلوا البيوت كان ضخم جدا، وده خلى البصمات والأدلة تختلط ببعضها، وصعب شغل الأدلة الجنائية بشكل كبير. ورغم كده كان واضح إن البيوت ال3 مقفولة طبيعي جدا، ومفيش أي آثار كسر أو اقتحام، وده رجح إن الجناه دخلوا البيوت من فوق الأسطح. خصوصا إن الأهالي أكدوا إن الأبواب كانت مقفولة كويس،
وكمان أغلب الضحايا اتقتلوا في أماكن نومهم أو قريب منها جدا، وده معناه إن مفيش أي مقاومة حصلت. وده أكد لرجال الأمن إن اللي نفذ الجريمة دي حد من نفس أهالي القرية، ناس عارفة البيوت كويس جدا وحافظة المكان. وفي وسط شغل المعمل الجنائي تم العثور على فردة حذاء واحدة فوق سطح بيت من البيوت اللي حصلت فيها الجريمة، وتحفظوا على الحذاء ده على أمل يوصلهم للجناه اللي ورا المجزرة البشعة دي. ومع مرور أول يوم قضية مجزرة بني مزار بقت قضية رأي عام، والضغط زاد جدا من الناس على أجهزة الأمن إنهم لازم يوصلوا للحقيقة بسرعة ويقبضوا على المجرمين. وبدأ قوات الأمن تسمع لشهادات الأهالي، وكلهم أكدوا إنهم ما سمعوش أي صوت غريب ولا دوشة ولا صراخ طول الليل. وكمان قالوا إن الضحايا كانوا متواجدين وسط أهل القرية بشكل طبيعي جدا لحد وقت متأخر من الليل. وبعد الفحص والتحقيق تم تحديد وقت تنفيذ المجزرة تقريبا الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، واستمرت حوالي ساعة كاملة، وانتهت تقريبا الساعة 2:30 الفجر. بعدها بدأت تطلع إشاعات كتير حوالين مجزرة بني مزار، وأول إشاعة انتشرت إنها لها علاقة بالسحر، وإن ال10 ضحايا كانوا عبارة عن قرابين الشيطان، خصوصا إن في الوقت ده كان منتشر بين الناس موضوع الأعمال السحرية والتنقيب عن الكنوز الأثرية المدفونة. واللي خلى الكلام ده يكبر أكتر عند ناس كتير من أهالي القرية هو إنهم لقوا حمام مقتول جنب جثث الضحايا، حمام ذكر جنب الجثة الذكر، وحمام أنثى جنب الجثة الأنثى، غير كمان بتر الأعضاء التناسلية لكل الجثث. كل الأدلة دي خلت بعض الأهالي يفسروا اللي حصل على إنه واحد من أبشع الأعمال السحرية. بعد كده الجثث اتبعتت للطب الشرعي علشان يطلع التقرير المبدئي، واللي أكد إن تم استخدام أداة معدنية عريضة في تهشيم وتكسير رؤوس الضحايا، وعلى الأغلب الجناة استخدموا ساطور، وكمان تم استخدام أداة معدنية صغيرة ودقيقة وحادة جدا في فتح البطن وبتر الأعضاء. ورجح التقرير إن الأداة دي تكون مشرط. وبعد صدور التقرير تفسير اللي حصل عند ناس كتير من أهالي القرية اتغير من موضوع السحر لفكرة أخطر، وهي الإتجار في الأعضاء البشرية، خصوصا بعد الكلام عن استخدام مشرط في بتر الأعضاء التناسلية. وفي الوقت اللي كانت فيه التحقيقات مستمرة عاش أهالي القرية في حالة رعب وخوف شديدة جدا، وكل واحد فيهم بقى خايف على نفسه وأهله لا يحصل فيهم نفس اللي حصل للضحايا. وعلشان كده الأهالي شكلوا لجان شعبية لحماية بيوتهم وأسرهم، وده كان بالتنسيق ومساعدة رجال الأمن. ولحد ما ظهر بعض الشهود اللي قالوا إن قبل الحادثة بأسبوع تقريبا كانت في عربية إسعاف بتيجي القرية وبتاخد عينات دم من بعض الأهالي، وقالوا لهم إنها حملة تبع وزارة الصحة. وبعد ما العربية مشيت سابت علامات معينة على شوية بيوت، ومن ضمنها ال3 بيوت اللي حصلت فيهم المجزرة. لكن بعد ما رجال الأمن تواصلوا مع وزارة الصحة أنكرت تماما إن يكون اتبعت أي عربية إسعاف للقرية دي. ومع كده الموضوع ابتدى يتعقد أكتر وأكتر. اليوم الرابع يعدي والضغط الشعبي يزيد، والناس بقى تضغط على أجهزة الأمن علشان توصل للجان الحقيقي. وفي نفس الوقت الإشاعات انتشرت بشكل كبير لدرجة إن في ناس قالت إن اللي حصل ده عملية كاملة وراها عصابة كبيرة متخصصة في سرقة وتجارة الأعضاء البشرية. كل ده والأمن كان شغال بكل جهده بيحاول يوصل للجناه بسرعة علشان يوقف سيل الكلام والإشاعات اللي بتطلع كل يوم، لحد ما جه اليوم الخامس. ووقتها وزارة الداخلية عقدت مؤتمر صحفي وأعلنت فيه القبض على المتهم، وأكدت أكتر من مرة إن الجريمة نفذها شخص واحد بس مش عصابة، واسمه محمد عبد اللطيف. الأمن نشر صوره ونشر كمان نص اعترافاته كاملة اللي اعترف فيها إن هو اللي ارتكب الجريمة، وإن هو بيتسلل البيوت من فوق الأسطح وينزل يقتل كل أهل بيت بنفس الطريقة. التقارير الطبية والمعمل الجنائي أكدوا إن الضحايا تعرضوا لتهشيم في الرأس باستخدام ساطور، وتم فتح البطن وبتر الأعضاء التناسلية بمشرط. أغلب أهل البلد حسوا براحة شوية بعد الخبر ده، على الأقل بقوا عارفين مين اللي عمل في أهلهم كده. والأمن وصف محمد عبد اللطيف إنه بيعاني من خلل نفسي وعقلي، وإنه شخص غير متزن، وده السبب اللي خلاه يرتكب الأفعال دي.
بس برغم كل الاعترافات دي القضية كانت مليانة بحاجات غريبة. صعب جدا إن شخص واحد لوحده ينفذ جريمة بالحجم والتنظيم والدقة دي. كمان تقرير الطب الشرعي أكد إن طريقة فتح البطن وبتر الأعضاء محتاجة خبرة طبية، ولازم اللي عملها يكون عنده تدريب وخبرة كبيرة. ورغم إن ناس كتير من أهل القرية أكدوا إن محمد هو اللي ارتكب الجريمة، ورغم إنه أعاد تمثيلها قدام الجميع بكل تفاصيلها، إلا إن الشكوك لسه موجودة. أولها إن محمد ما كانش عنده أي مشاكل أو خلافات مع أي واحد من الضحايا، ولا بينه وبينهم أي عداوة، فإيه اللي يخليه يرتكب جريمة بالوحشية دي؟ لحد ما المحامي والنائب الراحل طلعت السادات قرر يتولى الدفاع عن محمد عبد اللطيف، وده لأنه هو ومجموعة كبيرة من المتخصصين كانوا معتقدين إن محمد مظلوم وتحمل التهمة ظلم، وده رغم اعترافه وإعادة تمثيله للجريمة. طلعت السادات اعتمد في دفاعه على شوية أدلة مهمة، أهمها تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي اللي أكدوا إن من الصعب جدا إن شخص واحد ينفذ الجريمة دي، وإن أقل عدد ممكن لتنفيذها هو 5 أشخاص. غير كده الحذاء اللي اتلقى في مسرح الجريمة طلع مش على مقاس محمد، واتأكد إنه مش بتاعه من الأساس. وكمان المحامي طلعت السادات قدر يثبت من خلال تقرير طب رسمي إن محمد كان ساعتها في كامل قواه العقلية ومش مريض نفسي زي ما الأجهزة الأمنية حاولت تصوره. غير كده كل التقارير اللي اعتمد عليها النائب العام والمحامي طلعت السادات كان عكس كلام الأمن تماما، وبناء عليه القضية اتحولت للمحاكمة، وكانت متابعاها عدد كبير جدا من الناس في الوقت ده. لكن المفاجأة حصلت جوه قاعة المحكمة لما صدر حكم تاريخي ببراءة محمد من كل التهم المنسوبة ليه. السبب كان واضح: تضارب كبير في التقارير الأمنية، وكمان اختلافات اعترافات محمد عن تقرير الطب الشرعي ونتائج المعمل الجنائي اللي كانت فيها تناقضات واضحة في طريقة تنفيذ الجريمة. ده غير أدوات الجريمة وكمان الأعضاء التناسلية. محمد ما قدرش يحدد أماكنهم وفضلوا مختفيين لحد وقت المحاكمة، وعلشان كده المحكمة طلبت رسميا من الأجهزة الأمنية إنها توصل للقاتل الحقيقي أو القتلة الحقيقيين، لأن المحكمة والرأي العام كانوا معتقدين إن من الصعب جدا إن شخص واحد ينفذ المذبحة البشعة دي لوحده. وفي الوقت ده كمان اتوجهت اتهامات الأمن إنهم أجبروا محمد على الاعترافات بالجريمة تحت الضغط، وإنه في الحقيقة شخص مظلوم. وحكم البراءة نزل على أهالي بني مزار زي الصدمة، لأن أغلبهم كانوا متأكدين إن محمد هو اللي ارتكب الجريمة، ونتيجة خوف الأمن من تعدي الأهالي على محمد أو على بيته تم ترحيله للإمارات علشان يعيش هناك. بعد مرور سنتين طويلة الإعلام الراحل وائل الأبراشي قابل محمد بالصدفة في الإمارات وعمل معاه لقاء، وخلال اللقاء محمد أكد إنه تعرض للتعذيب واتجبر على الاعتراف بتنفيذ المذبحة وإنه مظلوم فعلا. ورغم مرور كل السنين دي لحد النهاردة لسه محدش عارف مين اللي ارتكب مذبحة بني مزار ولا إيه الدافع الحقيقي وراها. سنة 2020 وفي محافظة سوهاج الساعة كانت حوالي 8 بالليل، شاب ماشي يتمشى على كورنيش نهر النيل وفجأة يلاحظ شوال مرمي في المية. الشوال شكله غريب ومشدود، فحب يستطلع الأمر وقرب منه. حاول يشده ناحيته ويفتحه من فوق شوية، ويتفاجئ بمنظر مرعب: رأس إنسان باينة جوه الشوال. الشاب يقفل الشوال بسرعة وينادي على الناس اللي حواليه، والكل يتجمع ويسحبوا الشوال برا المية، ولما يفتحوه يلاقوا جثة ست كبيرة في السن. وفي نفس اللحظة يتصلوا برجال الأمن، وخلال وقت قصير جدا فريق من البحث الجنائي يوصل المكان واعتبروه مسرح جريمة. أول ما رجال المباحث يوصلوا يتم انتشال الشوال بالكامل من المية ويفتحوه ويخرجوا الجثة. لكن المفاجأة إن الجثة مش لست كبيرة في السن زي ما كانت الناس فاكرة، دي جثة سيدة في الثلاثينات من عمرها، وما فيش معاها أي أوراق تثبت هويتها. كمان واضح إن الوفاة حصلت من فترة، وده بسبب تأثر الجثة بالمية بشكل كامل. الجثة كانت بكامل ملابسها، وعلى منطقة الرقبة آثار خنق واضحة. وأثناء فحص مسرح الجريمة رجال البحث الجنائي لاحظوا شوال تاني أصغر في الحجم وعلى مسافة بعيدة نسبيا من المكان الأول. يروحوا عليه ويطلعوه من المية، ولما يفتحوه يلاقوا جثة طفلة صغيرة
هي كمان بكامل ملابسها، وعلى رقبتها آثار خنق واضحة. من أول نظرة ومن طريقة التخلص من الجثتين، الأمن يستنتج إن الجثتين ليهم علاقة ببعض، وإن اللي ارتكب الجريمة شخص واحد بس، لأن الجثتين كانوا مخنوقين، والجثتين كمان محطوطين في شولة نفس الشكل ونفس النوع، والعلامات الموجودة على الجثتين متشابهة جدا. كمان تأثير المية على الجثتين كان قريب من بعضه، وده أكد إن الوفاة حصلت في توقيت متقارب. بعد ما يخلص رجال المباحث معاينة المكان بالكامل، يتم نقل الجثتين للطب الشرعي علشان تحديد سبب الوفاة بشكل نهائي والتأكد من العلامات اللي كانت بينهم، ويبدأ الطب الشرعي عملية التشريح، والنتائج كانت صادمة. التقارير أثبتت إن الجثتين لأم وبنتها، وده من خلال DNA. كمان ثبت إن سبب الوفاة في الحالتين هو الخنق، وإن الوفاة حصلت من حوالي 5 أيام، لكن الأم اتقتلت قبل بنتها. والأهم إن تقرير الطب الشرعي أكد إن الأم تعرضت لعلاقة جنسية قبل وفاتها، وإن القتل ما حصلش في نفس مكان العثور على الجثتين، لكن في مكان تاني بعيد، وبعدها تم نقلهم والتخلص منهم برميهم في نهر النيل. وبكده تقرير الطب الشرعي أكد إن الجثتين لأم وبنتها، وإن الأم كانت في الثلاثينات من عمرها، وبنتها كان سنها ما بين 8 سنين ل10 سنين. وتبدأ تحريات رجال البحث الجنائي ويمسكوا كل بلاغات التغيب اللي متسجلة في الفترة دي، لحد ما يلفت نظرهم بلاغ عن ست اسمها ابتسام، عمرها 37 سنة، ومعاها بنتها الصغيرة اللي عمرها 10 سنين. الاتنين من محافظة سوهاج، ومن قرية بعيدة شوية عن المكان اللي اتلقى فيه الجثتين. وبمراجعة البلاغ يتضح إن اللي مقدمينه هم أهل جوزها، وبعد التحري يعرفوا إن جوز ابتسام متوفي بقاله أكتر من 5 سنين، يعني الست دي أرملة. البلاغ كمان كان موضح إن ابتسام وبنتها متغيبين بقالهم أكتر من 5 أيام. ولما رجال الأمن تواصلوا مع أهل الزوج، أكدوا إنهم ملهمش أي تواصل مع ابتسام من بعد وفاة ابنهم، وإنها قطعت علاقتها بيهم تماما، غير إنهم كانوا أحيانا بيطمنوا على البنت من وقت للتاني. لما لاحظوا إن الاتنين اختفوا فجأة، افتكروا إنها ممكن تكون هربت وخدت بنتها معاها. رجال الأمن سألوهم لو عندهم شك في أي شخص ممكن يكون له علاقة بقتل ابتسام، لكنهم أكدوا إن سمعتها كانت كويسة جدا، وما كانش بينها وبين حد أي مشاكل أو خلافات. ورجحوا إن اللي حصل إن حد استغل إنها عايشة لوحدها ودخل عليها البيت واعتدى عليها، وبعدها قتلها هي وبنتها. وتستكمل أجهزة البحث تحرياتها عن حياة ابتسام، واكتشفوا إنها ما اتجوزتش تاني بعد وفاة جوزها، وإنها فضلت على حالها أكتر من 5 سنين، وعاشت حياتها كلها لتربية بنتها وبس. بعد كده رجال الأمن يروحوا شقة ابتسام ويطلعوا إذن من النيابة بفتح الشقة وتفتيشها كويس، وبالفعل لما يدخلوا يلاقوا إن الشقة شكلها مقفولة من حوالي أسبوع، وكل حاجة في مكانها، ومفيش أي علامات اقتحام أو عنف، والوضع كله طبيعي جدا كأن مفيش أي جريمة حصلت هناك. وهنا في سؤال مهم جدا، لو الجريمة ما حصلتش في الشقة، ما حصلت فين؟ خصوصا إن التوقع الأول كان إن حد هجم عليها هي وبنتها جوه البيت وقتلهم هناك. بعدها يبدأ رجال الأمن يجمعوا معلومات عن الجيران، وكلهم أكدوا إن ابتسام من بعد وفاة جوزها كانت عايشة لوحدها، وما كانش باين عليها أي تصرفات غريبة، ولا لاحظوا عليها حاجة تثير الشك، لحد لما يوصلوا للجيران اللي ساكنين في الشقة اللي جنبها على طول، وهم ليلى وجوزها إكرامي. ليلى كانت أقرب واحدة لابتسام، مش مجرد جارتها، دي كانت صاحبتها وأختها، وكانوا على علاقة كويسة جدا بجوز ابتسام قبل وفاته، وعارفين تفاصيل حياتهم كلها. ليلى أكدت لرجال الأمن إن ابتسام كانت بالنسبة لها زي أختها، وإنها كانت بتعامل بنتها كأنها بنتها هي، لأنها فعليا اتربت وسطهم. ونفس الكلام قاله إكرام، اللي أكد إن ابتسام كانت قريبة منه جدا ويعتبرها زي أخته. لكن أثناء كلام إكرامي رجال الأمن لاحظوا حاجة غريبة، تعبيرات وش ليلى اتغير فجأة من غير ما تحس، طلعت منها إشارات لا إرادية. ورجال الأمن كانوا فاهمين كويس إن لغة الجسد صعبة تكذب. رجال الأمن قرروا يتصرفوا بهدوء وما يبانش على وشهم إنهم أخدوا بالهم من أي تصرف غريب، خصوصا لا من ليلى ولا من إكرامي. ما وضحوش إنهم لاحظوا التغيير اللي حصل فجأة في ملامح ليلى. في نفس الوقت النيابة العامة أصدرت تعليماتها بفحص سجل مكالمات تليفون ابتسام بالكامل علشان يعرفوا آخر شخص كلمته قبل اختفائها. وبالفعل الأمن بدأ يجمع كل التفاصيل الخاصة بالمكالمات والرسائل. وساعتها حاجة لفتت نظرهم جدا، آخر مكالمة عملتها ابتسام كانت مع إكرامي جارها، وكانت الساعة 4:30 العصر. والمفاجأة إن تاريخ المكالمة ده كان قبل اختفائها بأسبوع بالظبط. ومع استكمال الفحص اتضح إن في عدد كبير جدا من المكالمات ما بين ابتسام وإكرام،
وكانت المكالمات طويلة متكررة. غير كده في رسائل كتير قوي بتأكد إن العلاقة بينهم ما كانتش عادية. هنا رجال الأمن بدأوا يحسوا إن لغز اختفاء ابتسام وبنتها هيكون عند إكرام وليلى، خصوصا بعد ما ربطوا بين ده وبين ملامح ليلى اللي كانت بتتغير تماما أول ما اسم ابتسام يتذكر. علشان كده تم استدعاء ليلى وإكرام مرة تانية، وأول ما وصلوا إكرام يفاجئ الجميع وقال فورا إن ليلى ملهاش أي علاقة باللي حصل، وإنه هو اللي عمل كل حاجة لوحده. ليلى وقفت مصدومة، باين عليها الصدمة وعدم الفهم، وكأنها أول مرة تسمع الكلام ده، وكان واضح جدا إنها فعلا ما كانتش تعرف حاجة. اعترافات إكرامي كانت صادمة وكبيرة، ومن اللحظة دي بدأ يكتشف درس خطير وممكن يكون موجود في بيوت كتير حوالينا. نرجع بالزمن لسنة 2015، وقتها الناس كلها اتفاجئت بوفاة جوز ابتسام، واللي كان لسه صغير في السن. ساب وراه بنتها اللي كان عمرها وقتها 5 سنين، وقبل ما يموت كان حاسس إن أجله قريب، فساب لهم مبلغ فلوس كبير، وكتب الشقة اللي كانوا عايشين فيها باسم ابتسام، كأنه كان بيأمن مستقبلها ومستقبل بنته. في الفترة دي أقرب ناس لابتسام كانوا ليلى وإكرام جيرانها، والعلاقة بينهم كانت قوية جدا، لدرجة إن ابتسام كانت دايما موجودة في بيت ليلى، وكانوا عارفين أسرار بعض كويس. وبعد مرور 6 شهور على وفاة جوزها، ليلى قعدت مع ابتسام واقترحت عليها إنها تفكر في الجواز تاني، لكن ابتسام رفضت خالص، وقالت إنها ناوية تعيش حياتها كلها لبنتها، لأنها خايفة يدخل حد حياتها ويأذي بنتها أو يعاملها وحش. ليلى حاولت تقنعها، خصوصا إن ابتسام كانت قطعت علاقتها بأهل جوزها بعد فترة قصيرة من وفاته، وكأنها بتجهز نفسها لحياة جديدة ومختلفة. لكن الحقيقة إن ابتسام ما كانتش رافضة الجواز عناد، هي كانت رافضة علشان خاطر بنتها وبس. الفكرة كلها إن ابتسام خانت أقرب واحدة ليها. ابتسام كانت معجبة بإكرامي جوز ليلى، وبعد وفاة جوزها بشهرين بس العلاقة بينهم بدأت تتحول لحاجة أكتر من مجرد كلام، وده بسبب القرب الشديد بينهم وثقة ليلى العمياء فيها. إكرام استغل إن ابتسام عايشة لوحدها، وفضل يشتكي لها من حياته مع ليلى ويقول لها إنه مش مرتاح ولا مبسوط معاها. وبما إن ليلى كانت دايما بتحكي لابتسام مشاكل بيتها، فابتسام كانت بتدخل تنصحه وتبين إنها خايفة عليه. مع الوقت إكرام اعترف لابتسام إنه بيحبها ومتعلق بيها ومش متخيل حياته من غيرها، بس في نفس الوقت قال لها مستحيل يتجوزها. ابتسام بدورها قالت له إنها مش عارفة إزاي ممكن تواجه ليلى بالحقيقة، وهل طبيعي تقول لها فجأة إنها حبت جوزها وعايزة تتجوزه. ومن هنا اتفقوا إن علاقتهم تفضل في السر ومن غير جواز، وفضلوا يقابلوا بعض لفترة طويلة، يا إما في بيت إكرامي أو بيت ابتسام. العلاقة دي استمرت 4 سنين كاملين، 4 سنين خيانة وكذب، لدرجة إن ابتسام كانت ساعات تسيب بنتها عند جارتها ليلى وتقول لها إنها نازلة مشوار علشان تروح تقابل إكرام، وتسيب بنتها تلعب لحد ما يخلصوا. ومن كتر ثقة ليلى في ابتسام، أي شك كان بيجي في دماغها كانت بتطرده وبتقول ده وسواس، مستحيل ابتسام تخونها. والأصعب إن جوزها يعمل حاجة غلط. لحد آخر السنة الرابعة ليلى بدأت تتأكد إن في حاجة مش مظبوطة، وده لما بنتها الصغيرة أكتر من مرة تقول إنها راحت البيت ولقت إكرام موجود وطنط ليلى مش موجودة. ابتسام كان دايما تعرف تلف وتغير في الكلام، بس ليلى المرة دي ما اقتنعتش، وبدأت تراقب تصرفات إكرامي لحد ما اتأكدت إن في علاقة بينهم. ولما واجهت إكرامي قعد يلفلها ويأكد إن مفيش أي حاجة، واتضايق جدا ازاي تشك فيا. بعد كده كلم ابتسام وقال لها ان اللي بينهم لازم يقف فورا علشان مراته شكت. رد فعل ابتسام كان صادم لإكرامي، رفضت تبعد وقالت له انها ضيعت 4 سنين من عمرها معاه، وانها حبته ومش هتعرف تحب غيره، وهددته انه لو سابها هتفضح كل حاجة قدام ليلى ومش فارق معاها شكلها. ساعتها إكرامي فهم ان العلاقة دي مستحيل تخلص بالطريقة السهلة، وبدأ يفكر في حل نهائي. قرر يقتلها، وابتدى يرتب لكل حاجة، وعرف مواعيد نزول ليلى، واستغل اليوم اللي نزلت فيه بدري علشان ينفذ اللي في دماغه. اتصل بابتسام وقال لها تعالي لي البيت علشان نقعد مع بعض شوية. ابتسام وافقت من غير تردد، وخدت بنتها معاها وراحت له، وكالعادة سابت البنت برا تلعب في أي حاجة، ودخلت أوضة النوم علشان تكون مع إكرامي. بعد ما خلص اللي بينه وبينها فجأة انقلب ومد إيده وخنقها لحد ما اتأكد إنها فرقت الحياة. بعدها خرج بهدوء وراح للبنت وهي بتلعب وخنقها هي كمان لحد ما اتأكد إنها ماتت. إكرامي كان مجهز شوالين في البيت، حط فيهم ابتسام وبنتها، واستنى لحد الساعة 8 بالليل، ونزل ورماهم الاتنين في النيل، ورجع البيت كأن ولا حاجة حصلت.
وقعد مستني مراته وولاده طبيعي جدا. ليلى كانت قاعدة بتسمع اعترافات جوزها وهي مش قادرة تصدق اللي ودانها سمعاها، مش مصدقة إن صاحبتها وجارتها اللي كانت بتدخل بيتها على طول كانت بتخونها السنين دي كلها، ولا مصدقة إن جوزها قدر يخدعها العمر ده كله ويمثل عليها إنه أحن وأقرب إنسان ليها. بعد ما التحقيقات خلصت وكل الأدلة اتجمعت اتحكم على إكرامي بالإعدام. اللي في الصورة ده اسمه السيد الحسيني، وأغلب الناس عرفته وسمعت عنه بسبب التعويذة اللي قالها في فيلم عاد لينتقم. بس الحقيقة إن أخطر وأغرب حاجة في حكايته مش ظهوره في الفيلم، إنما نهايته نفسها. وفاته كانت الدليل الحقيقي على معنى الجملة اللي بتقول لما السحر يقلب على الساحر. سنة 1988 الناس بدأت تعرفه كويس بعد ما ظهر في فيلم عاد لينتقم، بس الحقيقة إن قبل السنة دي كان في حكايات وأحداث كتير جدا محدش كان يعرف عنها حاجة. هو في الأساس كان واحد من أشطر تلاميذ الساحر المعروف عبد الفتاح الطوخي، اللي كان لقبه وقتها وريث إبليس. طوخي كان مؤسس في الأربعينات معهد الفتوح الفلكي، واللي قدام الناس كان باين إنه معهد لتعليم علم الفلك، لكن في الحقيقة كان مدرسة كبيرة لتعليم السحر بكل أنواعه. المكان ده كان بيجيله سحرة من كل أنحاء الوطن العربي، ووصل الموضوع إن سحرة من جنوب أفريقيا نفسهم كانوا بيجوا بيتعلموا السحر على إيد الطوخي. لكن المعهد اختفى سنة 1961 بعد قرار التأمين، وتحول المبنى بعد كده لمبنى حكومي. المهم بقى، من أنجب وأذكى طلاب الطوخي وقتها كان الساحر المصري السيد الحسيني الفلكي، واللي اشتهر بلقب خادم الجن. الحسيني سخر حياته بالكامل لخدمة الجن وتحضيرهم، لحد ما وصل لمرحلة إنه يقدر يسيطر عليهم ويأمرهم وينفذوا أوامره من غير نقاش. وكان دايما بيلجأ له كبار النجوم والمشاهير سواء جوه مصر أو بره، وكان بيسافر مؤتمرات عالمية بيتكلم فيها عن الروحانيات. وطبعا خلال سفره ومشاركته في المؤتمرات دي كان بيكسب زبائن جداد، أي حد بيقابله بيعمله رقية أو يديله حجاب، غير شغله الأساسي اللي كان متخصص فيه وهو أعمال السحر الأسود. قصة الحسيني بدأت تنتشر بشكل واسع سنة 1988 لما المخرج ياسين إسماعيل ياسين قرر يستعين بيه في فيلم عاد لينتقم. كان في مشهد لجلسة روحانية، والمخرج حب إن المشهد يطلع واقعي مش مجرد تمثيل وخلاص، فقرر يجيب ساحر حقيقي علشان الطلاسم اللي تتقال تبقى مقنعة وبعيدة عن الأسلوب التقليدي اللي كانت السينما ماشية بيه وقتها. اتفق المخرج مع السيد الحسيني إنه يقول كلام شبه الحقيقي بس يغير شوية كلمات علشان يتفادى أي أذى أو ضرر ممكن يحصل. لكن اللي حصل إن الحسيني خدع المخرج وقال العزيمة البراهتية كاملة بنطقها الصحيح جوه المشهد، ودي عزيمة ما يعرفهاش غير عدد قليل جدا من السحرة. والعزيمة البراهتية دي بتعتبر واحدة من أقوى طلاسم السحر الأسود، وبيقال عليها إنها قسم عظيم لا يختلف عنه ملك ولا يعصيه جن. العزيمة دي بتحتوي على 28 اسم، لغة ما يعرفهاش غير الجن، وبيستجيبوا للي قايلها في نفس اللحظة، حتى لو كانت أقوى وأكبر عشيرة من الجن بتكون مطيعة ليه فورا. بس العزيمة دي ليها شروط خطيرة جدا، لازم تتقال بلهجة ونطق وطريقة معينة، وما يعرفش أسرارها غير سحرة قليلين جدا، من ضمنهم السيد الحسيني. وبرغم ان شروط تفعيل العزيمة ما كانش متوفر وقت تصوير الفيلم، إلا إن أثناء التصوير حصل حاجات غريبة وحس بيها أكتر من شخص جوه اللوكيشن، لأن النوع ده من الطلاسم لازم له خلوة مخصوصة وتهيئة نفسية وجسدية، وكمان ما بقاش مرة واحدة. الساحر بيبدأ يقولها بعد كل صلاة 7 مرات في اليوم، واليوم التاني 14 مرة، واليوم التالت 21 مرة، والعدد يفضل يزيد كل يوم لحد اليوم السابع اللي بيكون قالها فيه 49 مرة. وفي ناس بتقول إن الأسماء اللي جوه العزيمة دي مش أسماء الله الحسنى، لكن هي في الأصل أسماء شياطين الساحر بيستدعيهم. من ضمن الشهادات اللي اتقالت كانت شهادة المصور اللي حلف إنه بعد ما مشاهد الحسيني كانت بتخلص كان بيشوف قدامه أطياف وخيالات طالعة من كل اتجاه ناحيته. بس وقتها الناس حاولت تطمن مدير التصوير وقالوا له إن اللي بيحصل ده مجرد أوهام، سببه الخوف من أجواء المشهد وضغط الشغل، ومحدش ساعتها كان متخيل إن الحسيني فعلا كان بيلقي تعاويذ حقيقية. الممثلين نفسهم فاكرينه مجرد ممثل عادي، ما كانوش يعرفوا إن الراجل ده ساحر حقيقي.
لكن نهاية السيد الحسيني كانت شبه النهاية المتوقعة لأي ساحر لما السحر يتقلب على صاحبه. سنة 2003 لقوا الحسيني ميت جوه مكتبه. الغريب مش في موته نفسه لكن في الشكل اللي تلاقوه عليه. الضابط اللي شافه ووصف حالته قال إن ملامحه كانت باين عليها علامات فزع ورعب شديد، عينه مفتوحة على آخرها ومبرقة، بقه مفتوح كأنه اتخض فجأة، ووشه لونه أزرق وجسمه متخشب. الحسيني طول عمره كان متعود يستحضر الجن ويشوفهم، فالسؤال هنا حير الكل، يا ترى شاف ايه المرة دي ووصله للحالة المرعبة دي؟ القصة ما خلصتش هنا، لأن في البداية اتهموا قرايب زوجته رشا اللي كانت أصغر منه بأكتر من 25 سنة، وقالوا إنها سممته، خصوصا إنهم كانوا سمعوها قبل كده بفترة بتتخانق معاه خناقات عنيفة وكانت بتسيب البيت أكتر من مرة. لكن الطب الشرعي بعد تشريح الجثة ملقاش أي أثر لسبب، والأغرب من كده إنهم أكدوا إن مفيش سبب واضح أو مقنع للوفاة، لا سكتة قلبية ولا جلطة ولا هبوط حاد في الدورة الدموية ولا أي سبب طبيعي معروف، وبالتالي اتشالت كل التهم من على الزوجة لعدم وجود أي دليل. لكن غموض قضية السيد الحسيني ما وقفتش عند هنا. لما فتشوا شقته اكتشفوا إن المكان كله كان عامل زي بيت الرعب. لقوا أكتر من 16 منديل ورق عليهم دم حيض، ومناديل تانية عليها سائل منوي، كميات كبيرة من زجاجات اللبن. غير كده أوضة نومه كانت مليانة صور مشاهير ولاعيبة كورة، وعلى ظهر كل صورة طلاسم ورسومات غريبة، ومحدش عارف هل الصور دي معمول لأصحابها أعمال ولا كانوا بيستخدموها علشان يحصنوا نفسهم. وكمان لقوا أجندة مليانة أرقام مشاهير ولاعيبة كورة وشخصيات معروفة وأرقام خليجية كتير. بس المفاجأة الأكبر إنهم لقوا ورقة مقفولة بقفل مكتوب عليها أسماء جن وأسماء ناس متخصصة في الروحانيات. خبراء فسروا القفل ده إنه رمز لوقف الحال. وهنا السؤال المرعب، هل الحسيني كان بيعمل سحر للجن نفسهم لو ما كانوش بيطيعوه كنوع من العقاب؟ في تفسيرات بتقول إن موت الحسيني حصل بسبب إنه حاول يستحضر كيان أو شيطان قوي جدا أقوى منه بكتير وما قدرش يسيطر عليه، وتفسيرات تانية بتقول إنه شاف ملك الموت بنفسه وهو بيقبض روحه عقابا على اللي عمله طول حياته. وفي الآخر هتفضل وفاة السيد الحسيني لغز لحد النهاردة، ومحدش يقدر يقول هو شاف إيه أو حصل له إيه في اللحظة اللي فارق فيها الحياة. واحد من أهم أهداف الماسونية دايما كان السيطرة على عقل الإنسان، وده بيتم من خلال أدوات كتير أهمها السينما والإعلام، لأنهم أسهل وأسرع وسيلة لتوصيل أفكار ورسائل معينة للناس من غير ما يحسوا. ومن هنا نبدأ نحكي عن قصة ودور يوسف وهب في واحدة من أخطر التجارب السينمائية، وهي تجسيد شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تجربة شكلها فني لكن وراها خلفية ماسونية واضحة. نرجع لسنة 1926. يوسف بيك وهبي الفنان المعروف وأحد أعمدة المسرح المصري، واللي اتلقب بأنه من أعظم ممثلي المسرح في تاريخ مصر. في الوقت ده كان يوسف وهبي موجود في المسرح بتاعه، وجاله زائر مهم جدا، ممثل ومخرج مسرحي تركي اسمه وداد عرفي، والراجل ده من أصول يهودية، وكان جاي يعرض خطير ومثير للجدل. وداد عرفي عرض على يوسف وهبي فكرة تجسيد شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فيلم سينمائي. الفيلم ده إنتاج مؤسسة ألمانية داعمة لصناعة السينما، وكان مخطط يتصور بالكامل في فرنسا. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل الفيلم والكاست والشخصيات لازم نفهم الأول علاقة يوسف وهبي بالمحافل الماسونية في مصر والعالم العربي. الحركة الماسونية كانت موجودة في دول كتير ومنها دول عربية، وكان ليها نشاط واضح جدا وأهداف معلنة وأهداف تانية مخفية. في فترة العشرينات وجود المحافل الماسونية في مصر كان شيء معروف ومش غريب، وكان ليهم صحف وجمعيات ومنظمات بتصدر بيانات رسمية بتتكلم عن أفكارهم بشكل علني. لكن مع الوقت الدول بدأت تقلق، خصوصا إن أغلب الاجتماعات دي كانت بتتم في سرية تامة، وده خلى الملك في الفترة دي يخاف على الأمن القومي، فتم قفل أغلب المحافل والمؤسسات الماسونية في مصر. يوسف وهبي كان واحد من الشخصيات المؤثرة داخل الحركة دي، ومعاه عدد كبير جدا من الفنانين والمشاهير اللي كانوا منتمين للماسونية بشكل واضح. يوسف وهبي كان بيشرف على أكتر من محفل، وكان ليه دور مهم جدا مش بس في الفن لكن كمان في جذب مشاهير أكتر للحركة الماسونية، علشان الناس تطمن وتحس إن وجود المحافل دي شيء طبيعي وجزء من الحياة اليومية. نرجع بقى لقصة الفيلم.
سنة 1926 وداد عرفي بلغ يوسف وهبي إن في مؤسسة ألمانية متخصصة في الإنتاج السينمائي طالبة تعمل فيلم عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختاروا يوسف وهبي تحديدا علشان يجسد الشخصية دي قدام العالم، لأنه كان وقتها أقوى نجم مسرحي في مصر. كمان قال له إن المشروع واخد موافقة الحكومة التركية، لأن الفيلم كان إنتاج مشترك بين تركيا وألمانيا، وهيتم تصويره بالكامل في فرنسا. وداد عرفي أكد ليوسف وهبي إن مصطفى كمال أتاتورك بنفسه وافق على إنتاج الفيلم، وإن لجنة من كبار العلماء في اسطنبول وافقت كمان على إن يوسف وهبي يجسد شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوسف وهبي فرح جدا بالعرض واعتبره فرصة تاريخية، وبعدها بيومين اتحدد ميعاد مقابلة رسمية في السفارة الألمانية بالقاهرة علشان مناقشة تفاصيل المشروع. في الوقت ده تم الاتفاق مع يوسف وهبي واتدفع له مبلغ 10,000 جنيه عربون علشان يجسد شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفيلم، و10,000 جنيه تانيين بعد كده. ولازم نفهم إن سنة 1926 الرقم ده كان رقم ضخم جدا. الخبر انتشر بسرعة في الصحافة المصرية واتكتب بعناوين نارية، واتوصف إنه كارثة إن يوسف وهبي هيقدم شخصية سيدنا محمد في عمل سينمائي. يوسف وهبي ساعتها بدأ يتحضر للدور، وابتدى يتواصل مع شيوخ وعلماء كان على معرفة بيهم علشان يجمع أحاديث ومعلومات عن سيرة سيدنا محمد، وحاول يقرب من الشخصية على قد ما يقدر. لكن نزول الخبر كان زي الصدمة على المجتمع المصري كله، وخلى أجهزة الدولة تتحرك فورا، وعلى رأسهم الأزهر الشريف. الأزهر بعت خطاب رسمي لوزارة الداخلية طالب فيه يمنع يوسف وهبي من السفر، ومنعه تماما من تجسيد شخصية سيدنا محمد، وكمان طالب بالتحقيق معاه. مش بس كده، الملك فؤاد نفسه دخل على الخط وبعت رسالة شديدة اللهجة بتهدد يوسف وهبي بسحب الجنسية المصرية منه. بعدها وزارة الداخلية استدعت يوسف وهبي، وبعد المقابلة بعتت خطاب للأزهر الشريف بتأكد فيه إن يوسف وهبي اعتذر عن العمل، وإنه هيصدر بيان رسمي في الجرايد يوضح فيه موقفه ويعلن انسحابه من الفيلم احتراما للمجتمع واحتراما للأزهر الشريف. وفعلا تاني يوم يوسف وهبي طلع بيان قال فيه إن هدفه الأساسي من العمل كان الدفاع عن الدين الإسلامي وتصحيح الصورة المغلوطة عنه في المجتمعات الغربية. لكن الأزهر رد عليه بشكل واضح وقال إن الأزهر مش محتاج فنان يدافع عن الدين الإسلامي. وتم إبلاغ الحكومة الفرنسية رسميا بضرورة إيقاف إنتاج الفيلم نهائيا. صحيح إن يوسف وهبي اعتذر، لكن الموضوع ما كانش بالبساطة دي. أهداف يوسف وهبي ما كانتش بريئة قوي، وكمان القوة اللي كانت ورا المشروع ما كانتش سهلة. الماسونية عمرها ما كانت جهة عادية تنتج عمل سينمائي ضخم بالحجم ده عن الدين الإسلامي. علاقة يوسف وهبي بالماسونية كانت معقدة وكبيرة، وحياته مليانة أسرار، وفي كلام كتير بيتقال إنه كان رئيس المحفل الماسوني في مصر. فهل اختيار شخصية سيدنا محمد كموضوع لفيلم سينمائي كان مجرد صدفة؟ أكيد لأ.